هاي، ازيكم عاملين ايه؟ انا حلا للي معرفنيش. وفيديو النهارده جاي اقول لكم على 5 نصايح بالظبط. لو فهمتوها وادركتوها كويس جدا هتوفروا على نفسكم سنين كتير انكم تتعلموا الحاجات دي، وهيبقى عندكم وعي قوي جدا لو حرفيا مشيتوا بالحاجات دي في حياتكم. فكملوا الفيديو للاخر واستنى رايكم. اول حاجه لازم تفهمي كويس قوي ان مفيش حاجه اسمها نتيجه سريعه ولا حاجه بتحصل مره واحده. اي حاجه مستنيه نتيجتها بتيجي مع التراكم. يعني انت مثلا بدأتي في حاجة معينة وعايزة نتيجة معينة في الحاجة دي، سواء بقى في الشغل، في الدراسة، في حياتك انت بتبقي عايزة اول ما تاخدي خطوة في حاجة النتيجة بتاعتها تظهر حالا. ولو ما ظهرتش حالا تبدأي تحبطي بقى وتتضايقي، ومش بعيد تسيبي الحاجة اللي انت بدأتيها دي اصلا. وده باعتقاد خاطئ منك انك فشلتي في الحاجة دي. فعايز اقولك حاجة، الحقيقة ان ما فيش حاجة بتتغير فجأة. التغيير مش بيجي غير بالاستمرار. حتى لو بتعملي ان شاء الله حاجه بسيطه قوي في اليوم، حتى انت نفسك مش هتشوفي الحاجه البسيطه دي انجاز يعني. مع الوقت والاستمرار وانك تاخدي الحاجه اللي انت بتعمليها دي كعاده يوميه، مش حاجه بعملها حالا عشان مستنيه نتيجتها بكره، لا. الطبيعي ان انا بصحى من النوم اذاكر، بصحى من النوم اشتغل، اصور فيديوهات، العب رياضه، اخد الحاجه دي طبيعي. ساعتها النتيجه هي اللي هتجيلي مش انا اللي هستناها. وفي كمان جمله حلوه قوي قريتها في كتاب اتوميك هابتس. انصحكم بالكتاب ده جدا الصراحه، في منه العربي ده اللي مش بيحب الانجليش، بس انا جبته اتعلم منه بس يعني. ما علينا، مش موضوعنا. الجمله فيما معناها انك تتحسني بنسبه 1% مش هيتلاحظ ولا هيتشاف، لكن ممكن يكون ليها معنى اكبر وابعد بكتير، بالذات في السباق الطويل. ان المكسب الصغير دلوقتي والخطوه الصغيره بتتراكم بعدين لحاجه اكبر. تاني حاجه، اتعلمي تقولي لا. دي اهم حاجه لازم تعمليها في الحياه دي. ما تجيش على نفسك وتعملي حاجة انتي مش عايزة تعمليها او مش هتقدري تعمليها لمجرد بس ان محدش يزعل منك. خلي بالك انك ما تعترضيش على حاجة مش هتخلي الناس تحبك اكتر، لا متهيألك. ده هيبقى انتي دايما الشخص المستغل، دي اللي مش بتعترض على حاجة، فلا. اتعلمي اعرف اوافق على ايه وما اوافقش على ايه، ما اجيش على نفسي وما احملش نفسي فوق طاقتي عشان بس ما ازعلش حد مني، لا، نعتذر بذوق. تالت حاجة، الفشل مش نهاية الكون، والله. انك تفشلي في حاجه مش معناها نهايه الطريق، لا خالص، ده بدايه ليكي. اه، بدايه ليكي عشان تعرفي انا عايزه ايه ومش عايزه ايه، ايه اللي نفعني وايه اللي ضرني، هل الطريق ده مناسب ليا اصلا ولا لا. مش معنى انك فشلتي في حاجه ده معناه انك فاشله، لا خالص. ده انت دخلتي في تجربه، عادي جدا. واي تجربه ليها احتمالين، يا تنجح يا تفشل. لو نجحت خلاص الحمد لله، اعرف اطورها اكتر ازاي. طيب لو ما نجحتش، خلاص عادي، اعرف هي ما نجحتش معايا ليه، اعرف اخطائي كانت فين، احاول ان انا اصلح اخطائي دي عشان ما افشلش فيها تاني، احاول تاني. او يمكن حكمة ربنا ده مش الطريق المناسب ليا اصلا. الفشل مش معناه انك تفضلي واقفة مكانك، لا. دي حاجة بتساعدك بس عشان ما تكرريش نفس الاخطاء اللي انت عملتيها قبل كده. رابع حاجة، لو انت عندك مشكلة التفكير الزيادة زي حالاتي، فحاولي تغيري طريقة تفكيرك عن نفسك. يعني ما تقعديش تفكري في ان انا اخري كذا، اصل انا مش هعرف اوصل ومش هعرف اعمل. دي شويه افكار سلبيه بتيجي، ما تديهاش اكبر من حجمها وما تمشيش وراها نهائي يعني. يعني بلاش تضغطي نفسك وتحملي نفسك فوق طاقتك بسبب الوهم، بسبب حاجه لا حصلت ولا هتحصل. فحاولي تتعاملي مع افكارك بطريقه ابسط من كده بكتير. فاول ما تحسي انك بداتي تفكري بطريقه سلبيه، قومي الهي نفسك في اي حاجه عشان تنسي. اكتبي الافكار اللي في دماغك، طلعيها في ورقه، طلعيها من دماغك. او اجبري نفسك انك تفكري في حاجه تانية بقى، يعني مفيش حاجه تانية اقولها لك يعني. خامس حاجه ودي اخر حاجه خلاص هقولها لكم، طول ما انتي مستنيه اللحظه المناسبه، مستنيه الظروف تتحسن، مستنيه ابقى شخص مثالي، عماله تدوري على المثاليه، هتفضلي طول عمرك واقفه في مكانك ومستنيه. ان الظروف مش هتتحسن لوحدها، ولا اللحظه المناسبه هتيجي لوحدها، وهنضيع مننا فرص كتير قوي ونرجع نندم على الوقت اللي ضيعناه. طب ليه كده؟ طب ما تبداي بالامكانيات اللي معاكي، ابداي بالحاجه اللي انت عارفاها حتى لو بسيطه، وهتتعلمي في الطريق. مفيش حد بيتعلم كل حاجه مره واحده، يعني انت وانتي ماشيه هتتعلمي، احسن ما تفضلي واقفه في مكانك. وقبل كده عدت عليا جمله حلوه قوي في فيديو شفته، بتقول ما تستنيش اللحظه المثاليه، خدي انت لحظه واعمليها مثاليه. بس كده. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، وتكون ان شاء الله نصايح مفيده ليكم. وانا مستنيه رايكم في الفيديو ده. ولو عن حد عنده نصيحه ممكن ان احنا نشاركها مع بعض، يكتب في كومنتس، مش مشكله. وما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب للشانل بتاعتي عشان تشجعوني اعمل لكم فيديوهات جديده. وبس كده. بحبكم. باي.